السلام عليكم. طيب أنا كنت عايز أشارك معاكم حاجة من ضمن التيبس اند تريكس اللي هي بتتعمل. يعني إيه الحاجات الخفية اللي بتتعمل في الأنيميشن بتزود الإنتاج وتسرع الإنتاج بتاعنا، وتخلينا نقدر نحافظ على الستايل في نفس الوقت. بتتعمل دايما في الداتا اللي هي الشغل أو البروجكتس، يعني اللي هي بتبقى ميد كواليتي، ما بتبقاش في الهاي كواليتي. وممكن نستخدمها في الهاي كواليتي، بس يعني إيه، ما هتبقى كل شخصية مختلفة بقى. الطريقة دي بتستخدم في النظام البايبد على ال 3 دي ماكس. انا اوريدي خلاص انا حركت المشهد ده، يعني هنجيب الكاميرا. انا حركت المشهد دوت، والمشهد خلصان معايا، ما فيهوش اي مشكلة خالص. تمام. هو الصوت انتوا مش هتسمعوه للاسف. الشخصية بتضحك وبتتكلم، وبعد كده الشخصية التانية بتبتدي تتكلم، والولاد بيبتدوا يردوا عليهم. تمام كده. فانا دلوقتي عملت الانيميشن ده خلاص. فباجي بقى عشان ده دايما بتبقى في بدايات المشروع بالنسبه لي يعني. بعمل ايه بقى؟ بستخدم في البايبت قائمه الكوبي والبيست. دي كنز من ضمن الكنوز في المكاتب والارشيف. بنعمل ايه بقى؟ بناخد كل البوزات الكويسه، الجولدن بوزز اللي احنا عملناها، بناخدها ونحتفظ بيها في المكتبه دي، وبنسيفها ونلودها مع الشخصيه. فيبقى الفايل ماشي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انيميشن، شخصيه جدو، شخصيه سلمى، شخصيه سليم. الانيميشن دي بيبقى فيها مجموعه بوزات كتير قوي، في منهم متسمي وفي منهم مش متسمي. خلاص، اللي مش متسمي ده بيبقى في وسط الشغل، واللي متسمي ده انا بقى خلاص احتفظت بيه. تمام، واقدر استخدمه في الوقت اللي يعجبني بالشكل اللي يعجبني. طب احنا بنعملها ازاي؟ بنمسك الاضلاع الاساسيه للشخصيه اللي بتكون البوز. ببتدي امسك كده ايه، الاضلاع اللي هي فوق، الجزء اللي فوق، اللي من اول السباين لغايه الكف. الصوابع كده كده انا مسيبها في نسخه تانية، مكتبه تانية يعني. تمام. وهبتدي مثلا البوز ده انا عاجبني خلاص، فانا بقوم جاي في قائمه الانيميشن، واقوم جاي قايل كوبي بوستشر. خلاص، وابتدي اسميه جرام ما. خلاص، اختصار بسيط كده. ممكن مثلا نسميه ارم سايز. خلاص. نيجي بقى ايه، ننقل في المفاتيح اللي بعد كده. برضو البوز ده كويس، ممكن نستخدمه في وقت تاني. جراما سايد ارمز. ومش مهم انه يبقى من نفس الاسم، مش مشكلة، انا كده كده ايه هوصل له. يعني انا الفكرة كلها ان هو بيساعدني ان انا اوصل له، ويوفر عليا ان انا ما اعملوش تاني. تمام. عندي البوز بتاع الضحك، فهسميه مثلا جراما لاف واحد. تمام، لان الحركة دي مركبة. مثلا عندي هي بتضحك اهي، وصلت لغاية الاخر. ده مثلا البوز ده مثلا خلاص. جراما لاف اتنين. مثلا البوز ده لطيف، ممكن نستخدمه في اي محادثة من المحادثات التانية. جراما توك بوينت. جراما بوينت توك. انا بقى ايه، ابتدي اسجل كل
البوزات اللي انا حاسس ان هي ممكن تنفعني في الانيميشن بعدين للشخصية دي. ممكن ده برضو ناخده. تقريبا ده اتسجل خلاص. انا بقى حبيت بقى مثلا ان انا بعد كده استخدم مثلا الانيميشن ده. اوريكم مثلا مثال بسيط كده خالص، بسيط. طبعا هو المفروض ان هو يبقى على صوت، ويبقى يتاخد بوزات معينه، وطول ما انا ماشي بسجل. كل ما اعمل بوز جديد اسجله، كل ما وبعد ما بخلص السين ومتوافق عليه اسجله، وهكذا، وافضل ماشي بسجل البوزات بتاعتي طول ما انا ماشي في الجديد. ولو في حاجه قديمه ينفع ان انا اضيفها. يعني مثلا تعالوا مثلا هنا هنخليها مثلا تضحك تاني مثلا يعني. خلاص. احنا قلنا بقى جراند ما لاف وين اونلاين اهو. هنقوم قايلين له كوبي. ممكن اعكسه، ممكن اعكسه الناحيه التانيه عادي جدا على حسب الكاميرا. خلاص. وايه وال مثلا هي هتضحك في ثانيه. فدي كده تقريبا حوالي يعني حوالي دي كده 10 و 15 17 فريم كويسين. بس هنروح ناخد اتنين، ده في اتنين، ونقول له اعمل. فاداني الضحكة، وانا اجي بقى في النص اعمل الان بتوين بتاعي، فاداني الجولدن كيز بتاعت الحركة، وعمل لي كمان ان بتوين، وانا اقدر بقى اخش في النص اضيف البريك داونز بتاعتي زي ما انا عايز. يعني فيما معناه وفر عليا مجهود ووقت، وسرع لي الانتاج، وهو ده المطلوب منه. وانا كده كده هشتغل. انا طبعا ما باخدهاش نسخه طبق الاصل. لو حابب ان انا اخدها نسخه طبق الاصل، في طريقه تانية، في ان انا ايه، اجي في الحته اللي هي بتاعه او المشهد نفسه بتاع المشهد نفسه كله، اخده كده وهقوم عامل ديليت للجزء اللي قبل الضحكه. يعني هي مثلا ابتدت تضحك من هنا، اقوم جاي مثلا ماسك السيستم كله بقى بتاع الشخصيه المذر. خلاص. وهقوم ماسح اللي قبل كده، وهقوم الرجل ما كانتش واخده مفاتيح، مفيش مشكله، مش هنمسح الرجل. خلاص. تمام. هناخد الضحكه بس، احنا قلنا هناخد الضحكه بس لغايه هنا كده. تمام. بعد كده هنقوم واخدين دول، وهنديليت دول كمان، وهنقوم جايين بقى على التراك، واقوم قايل له كوبي تراك، وهسميه بس انا لازم، انا همسحه. انا لازم امسك نفس الاضلاع كلها، عشان هو برضو هينسخ الاضلاع كلها. دي برضو طريقة من ضمن الطرق، وبس بيبقى ليها تركيبة مختلفة في اللود. بقول له copy track واسميه then ما left. فيبقى انا كده عملت الحركة بتاعتي. انا ممكن بقى اخلي الجد يعمل الحركة دي. هو مثلا هقول له left، بقى بيضحك زيها بالظبط، بس مسح الحركة كلها وخلاها هدايا. خلاص. في الحالة دي بقى لما اجي انا احب ان انا اضيف حركة اللاف ديت، بخش على الميكسر. لو انا عندي حركة تانية بخش بقى على الميكسر وابتدي استخدمه وميكس الحركات مع بعض، وبيبقى اوبشن لذيذ وسريع ان هو يسرع لي الانتاج بتاعي ويخلصه لي. فانا حبيت اشارك معاكم التيب اند تريكس دي، بحيث ان انتوا تقدروا تستخدموها، اللي ما يعرفهاش يستخدمها ويا ريت لو يقدر ان هو مثلا يابجريد فيها ويزود، ويكتب لنا في الكومنت يا جماعه انا جربتها وبصوا انا ضفت كذا وضفت كذا، ونفيد بعض كلنا.